أول مرة في حياتي أشوف حاجة زي كده. لما بنت عادية كنت بشتغل في صالون ملابس مرتبي 4000 جنيه بالكتير، وفجأة حياتي انقلبت رأسا على عقب بسبب بطيختي الكبيرة اللي خلت الدنيا كلها تتجنن. كنت لابسة عباية سودة ضيقة شوية، ماشية في الشارع الرئيسي فاخر والناس كلها بتبص. فجأة حسيت بخطوات ورايا، لفيت لقيت 3 بس بيمشوا ورايا، هيئتهم وعيونهم مش عادية. نظراتهم كانت واضحة، مليانة دهشة وشهوة. أول ما شفت القفاهم اللي كب تحت البنطلونات قلبي واقف. 3 خراطيم تبدو واضحة جدا حتى من فوق اللبس. اتجننت، قلت في نفسي دول عايزين ايه مني؟ فضلت أمشي وهم ورايا. أخيرا ما قررت أواجههم. وقفت فجأة، لفيت وقلت لهم بصوت عالي: ايه يا جماعة؟ ايه؟ ليه ماشيين ورايا كده؟ الأول قال: بصراحة يا أنسة، رايدينك في موضوع مهم جدا ومفيد ليكي قوي. التاني وتر أكد نفس الكلام. قلت: انتوا اتجننتوا؟ أجي معاكوا فين بالظبط؟ قال: ما تخافيش، احنا بس ناس بسيطة بنشتغل في الشارع، بنشحت يعني. قلت: أها، شحازين. طيب عايزين مني ايه؟ قال: اجيني معانا المكان بتاعنا وهتعرفي كل حاجة، الموضوع ده هيغير حياتك. اترددت بس الفضول والدهشة من الأحجام دي خلوني أوافق. رحت معاهم فعلا. أخيرا مكان بيت صغير صعب جدا بدون سقف، كويس نظام بوص، ومعاهم بنتين سلمى ونور. قال لي: أهلا يا لما، نورتينا، إن شاء الله فنضهق تبقي معانا هنا. قلت متعجبة: أشتغل معاكوا إزاي؟ أنا عندي شغل. اسمعي بس، انت بتاخدي كام من شغلك؟ 4000 جنيه، احنا هنديكي 10000. اتجننت، قلت لهم ازاي؟ مقابل ايه؟ اتخالوا قالوا على بطيختك دي اللي هتاكل الدنيا. الراجل الكبير اللي بنشتغل معاه مبسوط قوي، بيدينا فلوس كتير كل يوم، بس هو محتاج واحدة زيك بالظبط عشان تدينا أكتر. فهمت الفكرة. نشيطهم تريدني أكدب الرال ده خالد بجسمي ويساهم قدلته بتاعتي ليدينا تبرعات أكبر. لبسوني عباية سودة جديدة أحسن من بتاعتي، خلت الصدر يبقى زي الجبل. وفعلا أول يوم الأم خالد شافني واتجنن. أول مرة عطاني 200 جنيه بدل ال50 اللي كان بيديهم لباقي البنات. اليوم خلص ورحت لهم فرحانة. زعمالي حلو قوي، ده مرة يدي كل. وبدأت أيامي يوم بعد يوم. خالد بقى بيجي أكتر، وخالد مرت بقى هيجي كل يوم تقريبا. في الأول كان بيدي 200 جنيه، وبعدين مستخدم يزود، مرة 300، مرة 500. بنات سلمى ونور كانوا مبسوطين جدا، يقولوا لي: يا لما، انتي سحرتيه، ده كان بيدينا بالكتير 100 جنيه، دلوقتي بقى يجيب فلوس كتير عشانك. أنا كمان بدأت أحس إن في حاجة غريبة بتحصل. خالد مش بس بيدي فلوس، كان بيبصلي بنظرات مختلفة، بنظرات فيها حب مش مجرد شهوة. في يوم من الأيام وأنا ماشية وراه في الشارع لقاني: لما، انتي مش زي الباقي، في نية دي مش كبيرة، دي حلوة قوي، وانت كمان قلبك حلو. ضحكت وقلت له: شكرا يا خالد، راجل عسل بجد. بس هو ما كانش بيضحك، كان جاد في طبعة تانية. عطاني 10 جنيه بس. استغربت جدا، قلت له: ايه ده؟ اشمعنى المرة دي 10 جنيه؟ رد قائلا بصوت هادئ: صدقيني يا لما، أنا حبيتك بجد. لما حبيتك بجد مش عايزة أديكي فلوس كتير عشان ما تحسيش إنك رخيصة قدامي. ال10 جنيه دول رمز للحب مش لصفقة. توقيع الفلوس من إيدي وأنا بنزل، نزل اللمها. لفيت بسرعة فتلتني العباية شوية، صدري بان. خالد اتجنن، ريقه وسعت وقال: معقول في بطيخة بالحجم ده؟ مش ممكن، مش معقول. من يومتها اتعلق بيا أكتر، صار يجيب لي شوكولاتة، عطور، حتى مرة قال لي: دهبك تريديتي تلبسيه لما نتقابل برا. البنات كانوا فرحانين بالفلوس اللي بتزيد، بس أنا بدأت أحس إن القصة مش بس شغل، في مشاعر بتكبر. في يوم خالد مسكني من إيدي وقال لي: تعال معايا، عايز تريديني أوريكي مكان تاني. رحت معاه، اتنجلنا وأخيرا فقمة جدا. تخيلوا اللي كنت بنام في بيت بوس، كرسي بدون كويس، دلوقتي في فيلا زي القصور. دخلنا، قفل الباب وراه وبصلي بنظرة عميقة: لما، أنا مش عايزك تشحتي تاني، أنا رايدينك تتحركي معايا. قلبي دق دقوة، حسيت إن الدنيا كلها هتتغير. بدأ يقرب مني وأنا مش عارفة أتصرف إزاي. اللي حصل بعد كده قوي جدا، حاجة ما تتوصفش. كلمات خلتني أنسى كل اللي فات وأحس إنه فعلا مهم عنده. بس القصة ما خلصتش هنا. في اليوم حصل كبير جدا، غير كل حاجة. لو عايزين تعرفوا إيه اللي حصل في الفيلا وإزاي أول قصة، استنوني في الجزء الثالث والثالث. داخل الفيلا الجو كان مختلفا عن الشارع اللي كنت عايشة فيه. أنوار خافتة، ريحة عطر غالي وصوت موسيقى هادية.
خالد قفل الباب وبصلي بعيون مليانة تشوق وحب. قال لي بصوت منخفض: لما أنا مش قادر أستحمل أكتر من أول يوم شفتك فيه، وأنا عارف إنك مش زي أي حد. صدرك ده مش بس حجم، دي حاجة خلتني أفقد عقلي أكتر من كده. انتي خلتيني أحس إني عايش بجد. أنا اتنسكمت مكاني، قلبي بيدق بقوة، كنت خايفة ومبسوطة في نفس الوقت. قلت له: خالد، إحنا بنعمل إيه؟ أنا كنت شحاتة وإنت راجل غني، ده مش منطقي. قرب مني ومسك إيدي برفق وقال: الفلوس مش كل حاجة، أنا اتبدلت من حياتي الفاضية، انتي اللي رجعتيلي الإحساس ده، رايدينك معايا على طول.